يا سميح رد عليا، ما تسيبنيش كده. روح انت لوحدك يا اماني. حرام عليك يا سميح، يعني يبقى شكلي ايه وانا داخله لوحدي من غير جوزي؟ عادي، اخواتي عارفين ان انا مشغول ومش هيزعلوا. يا سميح حرام عليك، انت كل حاجه سايبها عليا في البيت لوحدي، حتى المناسبات العائليه احضرها لوحدي. معقوله ما تحضرش عيد ميلاد بنت اخوك؟ يعني هو معقول ان انا اسيب شغل عشان حاجه تافهه زي كده؟ طب قلت ايه في موضوع شغلي؟ قلت اللي بقوله كل مره، لا. جرى ايه يا سميح؟ انا بزهق طول اليوم قاعده لوحدي، وكمان الولاد كبروا مش محتاجيني اكتر من كده. انت ناقصك حاجه يا اماني؟ ايوه، ناقصني احس بذاتي. انا مش حاسه غير ان انا خدامه في البيت ده. هو ده الكلام انا ما فهموش. مفيش حاجه ناقصاكي ومكمل البيت من كل حاجه. هتعملي ايه بالكام جنيه اللي هتقبضيه يعني؟ طب انا عندي حل لطيف. مدرسه الولاد تبقى مدرسه موسيقى للاطفال، يعني جنب البيت وفي نفس الوقت تخصصي اللي انا بحبه. انت بتستعبطي يا اماني؟ عايز اشتغل في المدرسه اللي بيروحها الولاد؟ الناس تقول عليا ايه؟ طب وفيها ايه يعني؟ ما كل الستات بتشتغل. الستات دي محتاجه فلوس، احنا الحمد لله مش محتاجين. وشيل الموضوع ده من دماغك خالص يا اماني. استنى يا سميح بس نتفاهم. بلا استنى بلا بتاع بقى.